السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلًا وسهلًا بإخواتي وحبايبي، يا رب كده تكونوا بخير وبصحة وبسعادة يا رب، كل سنة وأنتم طيبين يا حبايب قلبي، عيد كده مبارك عليكم وعلى الأمة الإسلامية كده بألف خير يا رب. قبل بقى ما ندخل على الوصفة الحلوة دي هنسمي الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. هنعمل مع بعض الرقاق الناشف، طريقته سهلة جدًا وما فيش أسهل منها، هيطلع معاكِ حلو جدًا، الرقاق هيطلع معاكِ هاشش وطعمه حرفيًا خطير جدًا. جربي الطريقة وإن شاء الله تعجبِك، والطريقة سهلة جدًا. حضّري معاكِ بقى نُص كيلو دقيق، عليه معلقة صغيّرة سُكّر، وربع معلقة ملح، دي كمية بسيطة هتعمل معاكِ صينيتين رقاق، يعني نُص كيلو دقيق هيطلّع معاكِ صينيتين رقاق، تمام كده؟ الدقيق عندي هنا كيلو ونُص، تمام؟ حطيت السُكّر والملح، وهانزل بالمَيّة بالتدريج، المَيّة معايا هنا طبعًا ما لهاش معيار، طبعًا عشان الدقيق طبعًا بيختلف من نوع لآخر، المهم أنا عايزة العجينة معايا تبقى متماسكة. يعني عجينة ما بتلزقش خالص في الإيد، وعجينة متماسكة، وفي نفس الوقت هتعجنيها من 10 دقايق لربع ساعة، عجنيها كويس جدًا، جدًا، كل ما عجنتيها حلو الرقاق معاكِ هيطلع ممتاز، والعجينة معاكِ هتكون من كتر العجن يعني، هتبقى معاكِ العجينة ملساء وناعمة جدًا في إيديكِ، تمام كده؟ خلّصنا العجن هنقطّعها إيه، هنقطّعها كِوَر، عايزة بقى الرقاقة صغيّرة على قد صينية كده إيه، صغيّرة هتخلّي القطعة قد البيضة، تمام، عايزة صينية بقى رقاق كبيرة هتقطّعي قطعة الكورة قد الإسفنجية إيه الصغيّرة، تمام كده، حسب إيه حجم الصينية هتقطّعي الكِوَر بتاعتِك والرقاق بتاعتِك إيه حجمها هيكون على قد الإيه الكورة اللي أنتِ هتقطّعيها، تمام كده. طبعًا قطّعنا وحطينا في الصينية دقيق ورشينا على الكِوَر برضك دقيق، كل ده عشان إيه العجينة ما تلزقش معاكِ، هتريّحيها بقى إيه لمدة نُص ساعة. كل ما ريحتيها كويس جدًا هتطلع معاكِ الرقاق تعرفي يعني تفرديه بكل سهولة وهيبقى كويس معاكِ. هنفرد بقى إيه، هنعمل رقاق عشان ننجز، هنعمل 5 كورات مش على بعضيهم طبعًا، هتشوفي أقصد إيه. أنا بافردها الأول إيه، كل واحدة كده إيه، قد الرغيف كده، وهارُش رشة دقيق كويسة جدًا بين كل طبقة وطبقة، وهارجع إيه أقلب الكِوَر دي. مش هتشوفي معايا دلوقتي، هاقلبها عشان بحيث إني آخد أول كورة فردتها معايا، تمام كده يا ستّ الكل؟ هاقلبها معاكم دلوقتي، بس كده. هاخد بقى أول رغيف، الرقاق يعني أول واحدة رقاقة، وبالنشابة إيه، وكل ما آجي أعمل أرُش دقيق عشان ما يلزقش معايا. بعد ما فردت بالنشابة، هالفّها بقى إيه رول من جوّه لبرّه زي ما أنتم شايفين كده، من جوّه لبرّه، من جوّه لبرّه، وطبعًا ركّزي على الحروف عشان تطلع معاكِ إيه، رقيّقة. زي ما قُلت لِك خلّي بالِك لازم ترُشّي دقيق عشان العجينة إيه، ما تلزقش معاكِ. في الفرن بقى نار متوسطة، هتحطّي رغيف الإيه، الرقاق، تمام كده؟ يا دوبك بيشمّع. نُص دقيقة أو دقيقة من تحت ودقيقة من إيه، من فوق، يا دوبك يشمّع، وبعد كده هو بينشف لوحده في الهوا، يعني الرقاقة بتنشف معاكِ لمّا بتطلّعيها وبتشمّي الهوا، تمام كده، زي ما أنتم شايفين كده، هتشمّعي الرقاقة من تحت وفوق، تاخد معاكِ إيه، لون بسيط كده إيه، أصفر بسيط، تمام، ولمّا بتطلّعيها برّه خالص بقى بتاخد حوالي 5 دقايق أو 10 دقايق لمّا بتنشف معاكِ في الهوا يعني، دي طريقة فرد تانية. بالمردنة، تمام، وبرضك تفضلي إيه، تفردي من جوّه لبرّه، وركّزي على الأطراف عشان إيه، ما تكونش تخينة معاكِ، بس كده. هنسوّي دي على الصينية من فوق، اللي مش عايز يسوّيه في الفرن عادي سوّيه على الصينية من فوق، نار برضك متوسطة، تمام كده يا ستّ الكل، واقلبي لي الرقاقة من كل الجوانب، ما فيش أسهل من كده. يالّا نُص كيلو دقيق واعملي أحلى رقاق. حرفيًا لو عملتيه في البيت مش هتشتريه تاني من برّه، بيبقى طعمه حلو أوي، أوي، بيبقى أكنِّك بسكوت كده، بيبقى طعمه فعلًا مميز. طريقته سهلة وبسيطة جدًا، وهتعمليه وهيطلع من إيدِك زي الفل يا ستّ الكل. كل سنة وأنتم طيبين، لايك كده بقى من إيديكم الحلوة، واشتراك في القناة اللي ما اشتركش. أسيبكم في حفظ الله، مع السلامة، سلام عليكم.